السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده بقى الجو شتا مش عايزه اقول لكم وصعب جدا. قلت بقى لازم اعمل حلة محشي كرنب تدفي الاولاد، وخصوصا بقى في امتحانات. والله المستعان. يلا بينا نسمي الله ونقول بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى وعلى اله وصحبه اجمعين. وما تنسوش اللايك حبايب قلبي علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد. ضغطة بسيطة منك تفرح قلبي. بصوا بقى يا بنات، النهاردة هنعمل دبابيس. طبعا كمية الفراخ او اللحمة او حتى لو اجنحة مش هتقول لا. المهم ايه، حاجة تدفي كده في الساعة اللي احنا فيها دي. بصوا هنحط كده المية اول ما تغلي، بننزل بالفراخ بتاعتنا. وطبعا الفراخ بنكون غسلينها كويس جدا بملح وليمون، وكمان معلقة كده من الدقيق، وشطفينها ومصفينها كويس قوي. هنا هنزل كمان ببصلاية وطماطمتين. طبعا البصل غالي، عايزة تحطي بصلاية صغيرة مفيش مشكلة، براحتك يعني. عايزة تحطي كمان جزراية، المتوفر عندك استخدميه. انا هنا كده حطيت حبهان وورق لورا ومعلقة كبيرة من الملح، وهحط كمان نص كده من عود القرفة، وده على حسب يعني انت لو بتحبي القرفة حطيه، ما بتحبيهوش استغني عنه. تمام. عايزة بقى تحطي فلفل اسود حصى، حابة تحطي اي حاجة تانية براحتك. تمام. هنا بقى اول ما بتاخد كده غلوة، لو طلعت اي رغوة على الوش بتشيليها، وبعد كده بتهدي النار وتسيبيها لحد لما تستوي. بتاخد تقريبا يعني 25 دقيقة، نص ساعة بالكتير خالص على نار هادية. بعد كده بعد ما بتستوي بطلعها في صينية او في مصفى، زي صفي كل الشوربة اللي فيها. تمام. انا هنا كان عندي كده جناحين ورقبة، فحطيتهم مع الدبابيس، وبسم الله ما شاء الله شايفين الشوربة صافية وريحتها فظيعة. بصوا بقى انا هنا كده طلعت الفراخ بتاعتي، وهنعمل كده الصلصة بتاعت المحشي مع بعض. بصوا انا حاطة شوية زيت وعليهم معلقة كبيرة كده من الدهنة، مقطعاها قطع صغيرة قوي. نزلت عليهم ببصلتين كبار، فرماهم كده فرم خشن. والكمية دي الكيلو رز، لو انت هتعملي اقل من كده يعني ايه تعملي بصلاية واحدة. بصوا بقى انا هنا كده بقلب البصلة مع الزيت والدهنة لحد لما لونهم بيتغير. بنزل عليهم بقرنين 3 كده من الفلفل، برضو فرماهم فرم ناعم. تمام. لحد لما لونهم يتغير بنزل عليهم بكيلو من عصير الطماطم. انا ضرباه في الكبة ومش مصفياه، يعني حطاه زي ما هو كده. تمام. هنزل بقى عليهم كده برشة من الفلفل الاسود، رشة من الشطة، رشة من البهارات السبعة، وحطيت كده معلقتين صغيرين من الملح، او معلقة كبيرة مش مليانة قوي من الملح. تمام. هقلبهم بقى اول ما الصلصة بتاعتي تاخد غلوة، بهدي النار عليها لحد لما تتسبك وتنشف زي ما انت شايفة كده، وتنطر كل الإيدام بتاعها فوق الصلصة يعني. تمام. بطفي عليها وبتكون جاهزة معايا. الصلصة بتاعتي انا ما استخدمتش معاها صلصة معلبة، لان هي بسم الله ما شاء الله كانت حمرة وجميلة. انا شلت كده ايه معلقتين صغيرين علشان نحمر بيهم الفراخ بتاعتنا في الاخر. قطعت كده الخضرة بتاعتي، شبت وكزبرة، ولو حابة تحطي بقدونس حطي. تمام. بصوا بقى انا هنا كده كنت سلقة ورق الكرنب ومطلعاه على صينية واسعة. وطبعا لازم تطلعيه على حاجة واسعة كده علشان ما ينهراش منك. بصوا انا بمسك كده الورقة، بقطع العرق بتاعها كده، وباخد كده الورقة اقسمها نصين، باخد كده يعني جزء من الخلطة بتاعتنا. والرز اللي انت تحطيه تكوني حاطة كمية صغيرة، انا قللت الكمية زي ما انتوا شايفين اهو. وببرم كده الورقة بحالها. بصوا اهم حاجة وانت بتبرمي تكوني ايه بتضغطي جامد. لفتين 2 وبقطع كده باقي الورقة، وبكمل برضو الورقة بنفس النظام. بقطع الصوابع بتاعتي قد بعضها تقريبا، وبرصها في الصينية او في الحلة اللي انا هستخدمها. جبت ورقة تانية اهي. بصوا على طرف كده الورقة، وبوزع كده الخلطة بتاعتي،
وبلف، وانا بلف ببرم بصوابعي جامد علشان الرز كده ايه يكون او الصوابع تكون متماسكة. بقطع بقى باقي الورقة، وبقطع الصوابع زي ما انتوا شايفين، طريقتها سهلة. الطريقة دي انا جربتها اول مرة اجربها صراحة، بس بتكون عايزة التسوية بتاعتها ما تكتريش المية او الشوربة يعني اللي احنا هنسقي بيها المحشي. تمام. دي الطريقة بقى العادية خالص اللي احنا متعودين عليها، بنقطع الورق بتاعنا كده وبنلفه صوابع. دي الطريقة بقى المعتادة اللي كلنا بنستخدمها. تمام. فانت الطريقة اللي يعني اللي حباها استخدميها، بس اهم حاجة الطريقة الاولانية لو انت هتعملي بيها ما تزوديش الشوربة قوي، علشان الرز بيبقى طالع من الجناب بتاعة الصوابع فما يعجنش منك. ولو انت خايفة ان هو يعجن منك استخدمي الطريقة اللي احنا متعودين عليها، وطريقة سهلة وما بتاخدش وقت برضو، حلوة جدا. بصوا بقى انا هنا كده فرشة في الحلة من تحت ورقتين كده خضر من ورق الكرنب. طبعا عايزة بقى تقطعي بصل شرايح كده وترصي عليه المحشي، شرايح طماطم براحتك، بس يعني ايه يعني حاولي تقتصدي على قد ما تقدري، لان البصل غالي جدا، وبرضو الطماطم احيانا بتبقى غالية برضو، وخلطة اصلا فيها بصل وطماطم فمش محتاجة يعني. رصيت بقى كل المحشي بتاعي زي ما انتوا شايفين كده، وحطيت كده يعني كوبايتين مثلا من الشوربة، حطيت عليهم معلقتين 3 من الصلصة بتاعتنا اللي احنا كنا عاملينها للمحشي، واديتهم غلوة كده، وبزود بيهم المحشي بتاعنا. وطبعا بنظبط الملح بتاع المرقة اللي احنا هنزود بيه المحشي. تمام. بهز كده المحشي بتاعي علشان الشوربة تتوزع كويس، واهم حاجة ان احنا ما نغطيش المحشي بالشوربة، يعني يكون واصل كده للصف القبل الاخير. تمام. الشوربة بتاعتنا تكون واصلة زي ما انتوا شايفين كده للصف اللي قبل الاخير، يعني الصف اللي فوق ده ما يكونش باين منه الشوربة. هي بدأت تغلي عشان كده بدأت ان هي الشوربة تطلع لفوق، بس هي مش مغطية الصف الاخير. تمام. بصوا بقى انا هنا كده ده معلقة كده من الصلصة بتاعة المحشي، حطيت عليها معلقتين زيت، وهي طبعا عليها التوابل والملح وكل حاجة. هندهن بيها الفراخ بتاعتنا وندخلها تحت الشواية، واول ما تاخد لون هنضيرها الناحية التانية وندهنها برضو بنفس الطريقة، ويبقى بكده عملنا احلى حلة محشي. بالنسبة بقى للتسوية بتاعة المحشي يا بنات، هنعلي النار في اول كده 5 دقايق 10 دقايق لحد لما يتشرب كل الشوربة اللي احنا حطيناها. وبعد كده بنهدي النار، يعني بنخليها اقل من المتوسطة، وبعد كده يعني بنهدي كمان شوية لحد ما تكون سهراية لحد لما يستوي تماما. بعد كده بنطفي عليه، ومش بنغرفه غير بعد 10 دقايق او ربع ساعة، علشان المحشي بتاعك ما يتفرفتش منك كده، تسيبيه في الحلة شوية. تمام. وبتقدميه بالهنا والشفا. ولو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش بقى لايك جميل كده منك، واكتبي لي تعليق كده عسل من ايديك الحلوة. وادي الفراخ بتاعتنا بعد ما خدت كده تحميرة تحت الشواية، والمحشي بتاعنا جميل، وكمان طبق شوربة كده يدفي في الشتاء والجو البرد اللي احنا فيه. مع السلامة.